خلال 3 ايام موجودين على الفيسبوك اوريدي. وغير حملتنا ان شاء الله في اسماعيليه، في ناس كتير هتيجي في اسماعيليه ان شاء الله، اكيد في ناس كتير بتحب النادي في اسماعيليه. في ناس بتخاف على النادي بجد، في ناس بتحب النادي بجد، في ناس ما بتاكلش عشان تجيب حق. طب في حاله عدم الالتفات لهذه المطالب من الجهه الاداريه، الموقف يعني انتوا يعني من الصبح هتبقوا متواجدين وبالليل مثلا هتروحوا وترجعوا تاني في يوم تاني، ولا هتصموا يعني انت هتعملوا؟ لا احنا معتصمين ان شاء الله. يعني مش عايز اعلن على كل المطالب بتاعت الحمله بصراحه، مش عايز اكشف كل الاسباب بتاعتنا. احنا لسه كل تعليمات كل اللي احنا اتفقنا عليه، كل النقاط المهمه بتاعتنا تحت التنفيذ لسه. ما فيش اي حاجه مش عايزين نطرحها بصراحه كابتن محمد الاعلان دلوقتي عشان ما نكشفش كل ورق بتاعنا. طب الباص نصر والحسن قال انا ما باجيش بالعند وانا موجود بشكل شرعي. هو بصراحه كده مش عايزين نتكلم في النقطه دي كتير. احنا عارفين طرق الرعايه اللي جه بيها الباشمهندس نصر والحسن، طبعا بنكلم دي كل احترام كبير طبعا. بس هو جه طرق شرعيه اللي بيملك فيها عن طريق العضويات اللي جت من ابو سوير. هو يعني الباشمهندس نصر بيقول ان في 10000 عضويه من عليا. ال 10000 عضويه دول معروفين هم مين؟ في ناس شغالين في المحافظه بيعملوا عضويات اصلا ما يعرفوش عن النادي الاسماعيلي. في ناس شغالين في الزراعه في وزاره الزراعه، في ناس شغالين لكن في النهايه اعضاء ده موجود في كل الانديه الشركات المؤسسات. يعني دول مش جمهور الاسماعيلي. يعني ممكن دلوقتي انزل 20000 جنيه اعلى العضويات اللي انا عايزها وابقى رئيس النادي الاسماعيلي في اي وقت. هو الباشمهندس بيتكلم في النقطه دي يعني. طب قول لي يا كابتن محمد، كانت مفاجاه ان عبد الله السعيد منضم لهذه الحمله. والله يا كابتن احنا عرضنا الامر ده على اللعيبه كلها تقريبا. واللعيبه كلها اعلنت انضمامها مع الحمله يوم الجمعه ان شاء الله. بس في لعيبه تحس ان هم مقلقين يعني مش عايزين يظهروا في الوقت ده عشان ما يتخدش عليهم نقطه سلبيه. لكن عبد الله السعيد الوحيد اللي اعلن بشكل واضح انه مع هذه الحمله. ده انا طبعا بشكر الكابتن عبد الله السعيد وبأيده في الموقف اللي هو ظهر فيه. انا بحسده بصراحه على جراءته يعني. وكلمني هو بصراحه كابتن عبد الله السعيد من شويه، وفي ناس في مجلس الاداره كلموه قالوا له ان الكليب اللي احنا عملناه الحوار اللي احنا عملناه معاه امبارح وعرض عليا كده. بس انا قلت له بصراحه الامر خرج من بره ايديا. مين اللي طلب منك تشيله؟ ناس من مجلس الاداره كلموا عبد الله السعيد ومدير الكوره طبعا المدرب العام كابتن احمد الجامعه كلمه وقال له تشيل الكليب بتاعه. وكابتن عبد الله كلمك قال لك شيله يعني؟ بالظبط كده. يعني هو مش متواجد يوم الجمعه معاكم؟ لا هو طبعا موجود معانا، بس هم مجلس الاداره كلموه. هو يعني عايز يشيل المسؤوليه من عليه. طب يعني مين تاني من اللاعبين تضامنوا معاكم؟ هو اللعيبه في كابتن اللعيبه قدام بصراحه لما موجودين معانا، سواء كابتن خالد القماش موجود، كابتن عاطف عبد العزيز موجود، كابتن احمد والكابتن احمد العجوز عرضنا عليه فكره بس لسه ما عينيش. طب من الحاليين، هل من الحاليين في حد موجود؟ الحاليين انا كلمت لعيبه كتير بس مش عارف اقدر اقول اساميهم ولا لا عشان محدش يزعل مني بصراحه. لكن مين اللي استجاب؟ من بعيد عن الزعل، انت بتتكلم احنا بعد 25 يناير في شفافيه يعني لغايه دلوقتي خلاص بقى. يعني مين اللي استجاب او كان متحمس للحمله دي؟ في كابتن عمرو السوليه برضه موجودين في الحمله بس مش هيقدر يشارك معانا بصراحه عشان رجليه مكسوره. وفي كابتن حسن عبد ربه اكيد معانا. وفي لعيبه اللي هم اللعيبه بتوع اسماعيليه اللي بيخافوا على النادي بجد يعني. في محمد محسن نفس الكلام. هو ما كلمناش اللعيبه دي في اي حاجه خالص، بس احنا لو عرضنا عليهم فكره اكيد هيكونوا مرحبين بيها. طب قول لي يعني اللاعبين دول يعني هم متضامنين معاكم قلبا كده ولا هيبقوا متواجدين معاكم يوم الجمعه؟ هو حكايه التواجد دي يا كابتن برضه ما اقدرش افرضها عليهم او ما اقدرش اقول لهم لكن هم موافقين على هذه الحمله. هم موافقين طبعا تقريبا كل اللعيبه موافقين، لان حتى مش اللعيبه بس حتى العمال في النادي الاسماعيلي يعني في عمال. ماذا لو طلب مجلس الاداره يقعد معاكم ويتناقش معاكم ويحاول توصلوا لحل في المساله؟ احنا كلمنا الباشمهندس فتره اصلا على الفيسبوك اوريدي وعرضنا عليه اللي هو يعمل مناظره، بس الكلام ده ما كناش عملناه لاعضاء الجروب كلهم. نعم. الباشمهندس نصر وحسن طلب اللي هو يعمل معانا مباراه ويخش معانا يعني يشوف طلباتنا ايه. عاطف بصراحه الفكره على اعضاء الجروب كلهم. وفي ناس يعني اعترضت لان الناس مش قابله فكره النقاش مع المجلس الاداره الحالي. احنا كل طلبنا ان المجلس يرحل بكل احترام طبعا وكل تقدير للمجلس للفتره اللي هم قعدوا فيها. يعني انتوا رافضين الحوار؟ احنا مش رافضين الحوار احنا عايزين نحقق مطالبنا يعني. لو دخلنا في جدال مع المجلس الحالي المطلب ان المجلس اداره يمشي، هو ده المطلب يا كابتن. المطلب ان مجلس اداره يمشي بالظبط كده يا كابتن. هو ده مطلبنا وبنطالب كل جمهور الاسماعيلي ان شاء الله متواجد معانا يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه ان شاء الله في ميدان مورب الاسماعيليه. نعم. وهنطلع النادي عشان نوصل صوتنا. محمد الرشاد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل التوضيحات دي، ونتمنى الموضوع يمر بسلام على النادي
الاسماعيلي. الموضوع بقى صعب جدا لما اللاعبين كمان يشاركوا في مثل هذه الامور، الموضوع بياخد منحى خطير جدا. لسه امبارح شايفين الاتحاد السكندري